سيداتي سادتي، يتم الآن تسليم الميداليات الذهبية للفريق الفائز بكأس السوبر الإفريقي جوكر الإردن 2024. اللي جاب ايه؟ اللي جاب ايه؟ اللي جايب طعم الاسود. ايوه حلو قوي. ايوه سيبنا بيه. البسوا الاسود بيخافوا منه. سيداتي سادتي، يتم الآن تسليم الميداليات الذهبية للفريق الفائز بكأس السوبر الإفريقي جوكر الإردن 2024. محدش هيلومك. يحصل وانه في الكوره ما فيهاش ثوابت فالزمالك يفوز. انت قلت لي باللفظ الحاله 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 طبعا. والحاله كانت لصالح الزمالك. طيب يعني مبدئيا طبعا هارد لك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك. تقريبا نفس بدايه السنه اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي. تيبيكال. السوبر افريقي بيخسروا قدام اتحاد العاصمه، بيتكرر المشهد النهارده وبعد كده بينفرد الاهلي بالبطولات يعني. لكن احقاقا للحق يعني عشان نتكلم بمنتهى الامانه يعني النهارده مباراه مش حلوه قوي على المستوى الفني كاهداء كفرص أيوه. ومحاولات واداء فني، لكن لو في فرقه تستحق المكسب هتبقى الزمالك. يعني بهذا الانصاف يعني. طبعا، لان اولا كل الحاجات المشتركه او كل الحاجات اللي ممكن تتخيل ان هي ما بين فرقه وفرقه واخدها الزمالك. الاستحواذ الزمالك واخده 56 44 تقريبا يعني. الالتحامات الزمالك متفوق. عدد المحاولات حتى على المرمى، رغم ان ما فيش حاجات على المرمى بشكل مباشر كتير صحيح. يعني لكن برضو رايحه للزمالك. حاله اللعيبه يعني النهارده ما فيش واحد في تيم النادي الاهلي، واحد بس في حالته الحقيقيه. جوه نهائي السوبر الافريقي جوه المباراه لعيبه عاله ما فيهمش رجاله.